بعد ما صعدنا كأول لمجموعتنا في تصفيات أفريقيا 2024، جه دلوقتي الدور على البطولة نفسها. منتخبنا وقعته قرعة البطولة في المجموعة التانية، ومعانا غانا وموزمبيق والراس الأخضر. قبل بقى ما تندمج معايا في الحلقة ونشوف سلسلة مشوار منتخبنا في أفريقيا 2024، ما تنساش تتأكد انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناة هنا وفي باقي قناة ولاد طه، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدأ. كارفاخال خطيرة يا رونالدو، ابو تريكة، الله عليك يا عم الناس، وتلعب مرة ثانية والجول. الله روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اعلن القايمة خلاص، لا وكمان حط اللمسات الاخيرة قبل البطولة. ودلوقتي يلا بينا على بركة الله. والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراكي ومرساكي. في الجولة الأولى منتخبنا في مواجهة سهلة جدا قصاد منتخب موزمبيق. دخل روي فيتوريا اللقاء بتشكيلة 4-3-3، الشناوي في حراسة المرمى وقدامه هاني وحجازي وعبد المنعم ومحمد حمدي، وفي نص الملعب النني وزيزو وحمدي فتحي، وفي الهجوم تريزيجيه ومصطفى محمد. وبس على كده. هتقول لي نسيت تقول محمد صلاح، هقول لك لا والله ده هو اللي نسي يجي الماتش اصلا. وبصراحة بقى بقول لك مفيش اداء خالص. مع بداية الماتش ويا دوب لسه بنقول بسم الله، عرضية من محمد حمدي وقلشة من الشبح اللي لابس رقم 10، وهوب مصطفى محمد هداف فريق نانس الفرنسي بيدوس وبيلف وبيشوط وبيسجل في جزء من الثانية. هدف اقسم بالله في لعيبة بتنافس على الكرة الذهبية ما تعرف تجيبه. هدف فيه مهاجمين لو فكرت بس فيه هتتمزق، لكن الاناكوندا واحد بس. ودي امامنا فرصه، محمد صلاح وهدف اول، وفرصه وهدف اول. بعد الجون قلنا ان شاء الله النهارده هتبقى حفله. منتخبنا سجل بدري وشكلها بطوله جميله ان شاء الله. الله من غير مقاطعه بينها هتبقى مهمه زي العسل، وهتبقى فتحه خير ان شاء الله. لكن للاسف مش ده اللي حصل خالص. منتخبنا ازاي يلاقي الدنيا ماشيه وسالكه وسهله فيكملها على خير؟ ده احنا ملوك السسبنس وحسبة بيرما والورقه والقلم. احنا نلاقي الحلو جاي في وشنا نقوم لا مؤاخذه مدينه. منتخبنا بعد الجول رجع وساب الكوره لفريق الزنباق، الفريق اللي كان مستني يتعمل عليه حفله من صاحب اكبر عدد القاب في افريقيا، المنتخب اللي معاه واحد من احسن لعيبه العالم، اللي هو صحيح فين محمد صلاح يا جماعه؟ منتخبنا استقبل اللعب وقرر فجأة يلعب على الهجمة المرتدة. عارف بغض النظر عن ضعف موزمبيق، لو حتى عرفنا نلعب على الهجمة المرتدة كنت هقول لك ماشي، لكن لا، احنا بيتعمل علينا مرتدات واحنا اصلا بندافع وبنلعب على المرتدات. طبعا انت مش فاهم ازاي ده حصل. حضرتك معاك لاعب مجاش وثلاثة قدام محتاسين، زيزو بيدور على مكانه اللي بيلعب فيه في الزمالك، وتريزيجيه هو شخصيا ما يعرفش عمل ايه خلاه يبقى اساسي على مرموش. مصطفى محمد جاب الجون وعمال يفكر في مكالمته مع احمد جميل بعد الماتش، واللي طبعا هيقول له فيها شفتني وانا بنفذ تعليماتك. لا ونص ملعبك بقى النني كل ما حد يقول له ركز يقول له انا اللي قطعت الكرة بتاعت الهدف. طب باص يا عم النني، مش شايف الكرة ولا شايفكم من شعري، سيبوني في حالي بقى. حمدي فتحي كمان حد فهمه في قطر ان مستواه بقى في حتة تانية خالص. الراجل بيقطع كرة كويس انما مصمم يفرجنا على حاجات اتطورت فيه بعد ما مشي من الاهلي، وده طبعا محدش شايفه غيره. الدفاع بقى يعني حجازي، وحاسب بقى لعمك حجازي. وصل الراعي الرسمي المهرجان النهارده الاستاذ حجازي يعني الصليبي، يا تقل جسمي على رجلي، يا تقل تفكيري وقلة حيلتي. بعد كل اللي انت سمعته ده ربنا سترها معانا وخرجنا برضو الشوط الاول واحنا متقدمين. نقوم ندخل الشوط الثاني نعمل ايه بقى؟ نكمل عك طبعا، مش محتاجه حاجه يعني. بدل ما نشوف الكوارث ونبدا نعدل قبل ما نلبس. لا ازاي؟
لازم نلبس ونتخزوق، وبدل ما يتعادلوا بس معانا لا ده يتقدموا علينا كمان، عشان بس نبدأ نحس ان في خطر قادم. تقريبا الاحساس عندنا بعافية شوية بعد ما تأخرنا في النتيجة. لا وايه تأخر بطريقة هزلية ساخرة، بطء حجازي وعدم قدرته على عمل اي حاجة لبسك جونين ما يدخلوش اصلا في منتخب هواه. المهم المفروض بقى بعد التأخر نتجنن، نطلع ناكل الزنباق. مناسبة أنا كان ليا صديق زنبوق كبير قوي، خدت مرة ابنه الزنبوق الصغير عشان يزنبقه، وبعدين لما وصلوا للمكان بتاع الزنبقة اكتشفوا انهم نسوا الزنباق. الولد ما اتزنبقش لغايه النهارده، واتضح اصلهم انهم كان لهم جد يعني ما كانش متزنبق راخر، ففي حساسيه انت عارف، بيبقى اللي متزنبق غير اللي مش متزنبق. منتخبنا طلع ما يعرفش المفروض ايه اللي بيتعمل. عمك فيتوريا عمال يقول الجماعه مأكدين لي انك في الاوقات دي بتتصرف يا صلاح. قام صلاح قايل له حد بيعرف ينطط وايده في جيبه؟ انا بنطط وايدي في جيبي. صلاح قاعد يخري وباقي لعيبه المنتخب عماله تتفرج على خراء صلاح العظيم. بص بقى اللي يموتك ضحك، احنا في الوقت ده اقتنعنا ان احنا هنتغلب، وقلنا ايه بقى؟ الارجنتين في كاس العالم الاخير اتغلبت في الافتتاح وفي الاخر اخدت البطوله، يبقى احنا نتغلب عادي وناخد في الاخر البطوله. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. بدأنا ندور على اي نور في النفق المظلم، وهنا صلاح كان لازم يتدخل، ويا ريته ما اتدخل. من ضربة جزاء سجل التعادل اللي بوظ علينا السيناريو اللي شغلنا نفسنا بيه واحنا بنتفرج على عك المنتخب. اصل مفيش واحد عاقل يقعد يتفرج على شوية عاهات مش عارفة تسلم وتستلم، اللي هو اصلا الف به كورة، وللأسف حتى دي مش موجودة عندنا. المهم اتعادلنا وصفر الحكم، وغانا كمان اتغلبت من راس الاخضر عشان تكمل معانا حسبة بيرما بتاعت كل مرة. بعد ما صعبنا الدنيا على نفسنا وخلينا ماتشنا مع غانا أصعب وأرخم من رخامته المعتادة، اتعادلنا مع موزمبيق وغانا اتغلبت من الراس الأخضر، وماتشنا معاهم بدل ما يبقى صراع على صدارة المجموعة بقى صراع على التأهل من الأساس. دخل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اللقاء بتشكيلة 4-3-3، الشناوي في حراسة المرمى وقدامه عمر كمال وحجازي وعبد المنعم ومحمد حمدي، وفي نص الملعب حمدي فتحي والنني وإمام عاشور، وفي الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. خطة في منتهى الذكاء، مقفلة محبوكة حبكة تمام. اسمح لي انا هستوحي الخطه دي منك واعملها فيلم واقعي، نفسي اعمل فيلم واقعي. ماشي ربنا يوفقك. ومع بدايه الماتش لاحظنا حاجه غريبه قوي، منتخبنا قصاد موزمبيق كان عنده خطه، ده طبعا مقارنه بالمستوى اللي بيتعمل في بدايه ماتش غانا. ايه ده؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ والغريب كمان والغير مبرر ان منتخب غانا هو كمان مستواه زي الزفت، لا احنا عارفين عاوزين ايه من الماتش ولا غانا عارفه هي المفروض تلعب ازاي. حرفيا كل منتخب بيحاول يسيب الكوره للتاني، ونفسنا في منتخب تالت يجي يلعب مكاننا. ايه انا عايز الكلام المسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ؟ منتخبنا مش عارف يوصل لمرمى غانا ولا غانا عارفه توصل لمرمانا، عمالين نحاول ندي الكرة لصلاح وصلاح عاوز يفرجنا على قوته الجسمانية وحفاظه على الكرة تحت ضغط، حتى لو ده في مقابل سرعة وصول الهجمة لحد فاضي يقدر يتصرف صح. مع مرور الوقت وإصرار صلاح على الوقوف الغير مبرر على الكرة، لعيبة غانا بدأت تتصرف معاه بخشونة، ضرب كتير والتحام أكتر، لحد ما فجأة ومع اقتراب نهاية الشوط الأول محمد صلاح وقع ومسك الخلفية. وهنا هتتصدم لما تعرف إن أكتر من نص الشعب المصري فرح. فكرة إنك بعد كل اللي قدمته للمنتخب يوصل بيك الحال إن الناس تفرح بعد إصابتك وخروجك موضوع صعب أوي أوي، وكمان لأسباب كتير جدا. أنا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها، أو شفتها بعد فوات الأوان. أنا عمري ما أذيت حد، أنا ما أذيتش بنفسي. محمد صلاح اتصاب وخرج من هنا، ومنتخب غانا حلف بعد إصابة صلاح لا يلخبط بزيادة كل حاجة، ما صبروش حتى يخلص الشوط الأول ونشوف هنعمل ايه. طلعوا ضغطوا وحاولوا يسجلوا هدف التقدم اللي كالعادة في أي شوطة من بعيد من لاعب أسمر الشناوي بيلم إيده على طول. حبيبك يا بسيوني باشا،
حاول تعمل حاجه صح. خلص الشوط الاول واحنا مش عارفين هننزل الشوط التاني نعمل ايه، هناخد التاني والتالت ولا رجالتنا هتبقى قد التحدي؟ نفسنا رجالتنا تفرجنا كوره مختلفه عن بتاعه باصي لصلاح، بس طبعا خايفين من كتر الارتجال والعشوائيه. بدأ الشوط الثاني ولقينا غانا بتضغط وبتحاول تخلص بالتاني، واحنا عندنا لاعب اسمه مرموش شغال لوحده وبدراعه. مرموش كان الوحيد فينا كلنا اللي مقتنع اننا نقدر، مرموش كان الوحيد اللي بيجري بكل قوة ورا كل كورة، لحد ما فجأة مرموش بيستغل غلطة في التمرير من إناكي ويليامز وبينفرد بالجون وبيرقص وبيسجل لنا التعادل، وبيعرفنا اننا عادي جدا نقدر نعتمد عليه ونلعب من غير صلاح. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بعد ما تعادلنا وحسينا ان لسه الاماني ممكنه، جه الشناوي وعبد المنعم وقالوا لنا لا وربنا ما يحصل، اماني ماتت من زمان. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. اموت واعرف الشناوي طلع جامد قوي ليه كده، وعبد المنعم ليه مره واحده قرر يعديها. خطأ مشترك وغريب من الاتنين لبسنا التاني وخلانا اتلخبطنا من تاني. هنا بقى جت اللحظة التاريخية، خروج محمد النني ولحاقه برفيق دربه محمد صلاح. طريق السلامة، المركب اللي تودي، عقبالك يا حجازي. مع خروج النني ونزول تريزيجيه الوضع اختلف خالص. مواهب وثقة لعيبة المنتخب بقيادة تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد ومصطفى فتحي كوم، وأداء إمام عاشور كوم تاني. الراجل حس نفسه ملك نص الملعب. في كورة بعد خروج النني مباشرة تقريبا كده واحنا مغلوبين 2-1، استلم في نص الملعب وداس ووقف ولف ودار ومرر بكل هدوء، عرف باقي لاعبتنا اننا لسه في الجيم، لسه عندنا اللي نقدمه ونعمله. ثقة إمام وحركية رباعي الهجوم وترت لعيبة غانا. تريزيجيه بإصراره المعهود ضغط وحارب وقطع ومرر، والأناكوندا مصطفى محمد في ال18 ما عندوش يما ارحميني. الراجل قطع في جزء من الثانية على القريبة، لا ونكش الكرة بلمسة واحدة في شباك منتخب غانا، وأعلن تعادل منتخبنا مع غانا 2-2. بعد التعادل بقى لعيبتنا فرجتنا على أداء ورجولة كنا مقتنعين إنها خلصت من 2010. أداء ورجولة بشخصية بطل. ياه، اللعيبة عملت اللي عليها كله. لعيبتنا حاولت كتير قوي انها تخطف التالت، والشناوي حاول كتير قوي انه يلبس التالت، لكن لا احنا عرفنا نسجل ولا الشناوي حد استغل محاولاته، وخلص لقاء ممتع جدا بين غانا ومصر 2-2. وبقى مش فاضل قدامنا غير اننا نكسب الراس الاخضر عشان نصعد. هتقولي ما احنا لو اتعادلنا برضو ممكن نصعد تالت ولا حاجة. هقول لك اسكت انت كمان بالله عليك، مش ناقص قرف. ان شاء الله نكسب الراس الاخضر ونصعد ونخلص. اخواتي احنا مش بتوع تأهل مرتاح ولا بتوع خروج من دور مجموعات، بس جت قدامنا صفقة سسبنس ومرضناش نعزها على اخواتنا، والصفقة بعنوان التأهل كأوسخ تاني وبأوسخ سيناريو. بعد تعادلين وإصابة وخلعون محمد صلاح، منتخب مصر في المهمة الأصعب في المشوار. عارف اني مش مقتنع بكلامي، وعارف ان فكرة اننا لازم كل مرة نعقدها على نفسنا وكل مرة ندور على الزجاجة ام عنق عشان نخرج من عنق اللي جابها. قال الراس الاخضر المهمة الاصعب. قال دخل روي فيتوريا اللقاء بتشكيلة 4-3-3، الشناوي في حراسة المرمى وقدامه هاني وحجازي وعبد المنعم واحمد فتوح، وفي نص الملعب مروان عطية وحمدي فتحي وامام عاشور، وفي الهجوم زيزو ومرموش ومصطفى محمد. مع بداية الماتش دخلنا واحنا روحنا عالية، عندنا اصرار اننا هنقدر نعملها وندي للراس الاخضر درس في شخصية المنتخب المصري. بعد 10 دقايق ضغط وجري وروح عالية قوي من لاعبتنا انتهى الدرس يا سادة يا كرام. منتخبنا وقف وساب الكرة للراس الاخضر اللي لقوا نفسهم بينقلوا وبيطلعوا وبيستحوذوا وبيضيعوا وقت وماشيين بالماتش في الاتجاه الصحيح. بعد شوية هدوء من لاعبتنا ومحاولة لتسيير اللقاء من الراس الاخضر، لاعبتنا قالت ما بدهاش بقى، ضغطنا من تاني. هاني وزيزو طاروا وولعوا الجنب اليمين، كمية سرعات وعرضيات واختراقات. زيزو وهاني حرفيا عملوا كل حاجة، لحد ما بدل ما نستغل احنا اللي بيعملوه ونسجل، منتخب الراس الاخضر بدأ يفهم. مدرب الراس الاخضر عرف خطورة زيزو، وهنا شفنا انتشار مختلف خالص للراس الاخضر عن البداية. فردوا ملعبهم بالكامل عشان يوقفوا خطورة الجانبين، وحاليا ملعبهم بقى مفتوح.
المفروض بقى انت لو معاك مدرب محترم كان وجه زيزو ومرموش لانهم لازم يفضلوا فاتحين الملعب، ووجه امام وحمدي انهم يسندوا كتير على مصطفى محمد، ونعمل 1-2 احلى شغل من العمق اللي بقى شوارع ده. لكن للاسف الكابتن روي فيتوريا كان بيتفرج على الماتش ومش عارف المفروض يعمل ايه، وقف يتابع ويقعد ويقوم ويكتب ويدون لحد ما فريق الراس الاخضر قال له طب دون عندك دي. الشوط الاول بيخلص بأسوأ سيناريو ممكن تتخيله، 1-0 للراس الاخضر. المصيبه ان وقتها غانا كانت كسبانه 1-0 واحنا كده بره البطوله. مع بدايه الشوط الثاني نزل الحل السحري محمود حسن تريزيجيه، الراجل المجتهد اللي بيدخل يقلب الدنيا. نزل مكان حمدي فتحي، نزل وكمان معاه محمد حمدي بدل فتوح اللي لا قدم حاجه هجوميا ولا دفاعيا. مرموش دخل في العمق مع مصطفى محمد، وتريزيجيه كسر الدنيا. وفي لحظة مش بتتكرر كتير حجازي بيعمل باص سحري لتريزيجيه، ايوه والله زي ما سمعت كده، وتريزيجيه بيقوم مديها في وش حارس الراس الاخضر، وبيعلن اخيرا اننا سجلنا بعد كمية فرص كتير جدا. بعد ما تعادلنا ضغطنا بحثا عن التاني، لكن ازاي نبقى زي الناس كده ونسجل التاني ونرتاح؟ امال السيناريوهات العظيمة والسسبنس مين بيعملهم؟ نسيبهم لمين يعني؟ ضغطنا وحاولنا وقعدنا نضيع لحد ما هم شموا نفسهم وبدأوا يكسروا رتمنا، واحنا بدأنا نهدى ومش عارفين الماتش رايح بينا على فين. فيتوريا بيسحب زيزو وبينزل كهربا، وبعده بيسحب مرموش وبينزل مصطفى فتحي، وكل ده واحنا عمالين نتفنن في تضييع الفرص السهلة. كل ده واحنا الوقت بيعدي قدامنا وشكلنا كده هنبقى بره البطولة. المشكلة كمان ان السفاح بتاعك مصطفى محمد مش مركز، عمال يضيع فرص سهلة قوي بالنسبة ليه، واحنا خايفين يفقد الثقة وما يعرفش يسجل. الكلام ده بقى لو على حد غير مصطفى محمد، اللاعب المجتهد اللي بيحاول لحد اخر لحظة. مصطفى مهاجم بجد مش موجود منه كتير حاليا. مصطفى مهما ضيع ومهما عندته في لحظة بيجيب لك جون لب من فوق الحارس في البلاس 90 وبيخليك تتقدم على اي حد وفي اي وقت. مصطفى سجل واحنا احتفلنا وغانا خلص 2-2 مع موزمبيق، والحكم كمان قعد يخوفنا ويقلقنا. هبص على الفار وشكلها مش جون، وفي الاخر الحمد لله اتحسبت جون، وهو اخيرا كسبنا ماتش في البطولة النحس دي. فجأة الشناوي قرر يتدخل، الراجل قالك وربنا ما يحصل نتعادل 2-2 وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة. الشناوي قرر فجأة يزود سسبنس فوق السسبنس، قرر فجأة يرجع الكورة بطريقة ما يعملهاش حارس في KG1، والراس الاخضر فجأة وفي لحظة بوظوا علينا كل الاحتفالات اللي عملناها بعد هدف مصطفى. لاعبتنا عرفت نتيجة ماتش غانا من هنا، وعرفنا اننا كده هنصعد تاني، فقعدنا ننادي على الحكم عشان يصفر ويعلن اننا اخيرا صعدنا، بس مش احسن توالت، ده احنا صعدنا كأوسخ تاني. حلقتنا خلصت وتغطيتنا لدور المجموعات كمان خلصت. ما تنساش بقى تتأكد من اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وبس كده، سلام عليكم.